عندما تقطع أصبعك أمام عينيك دون أن تحرك ساكنا، أو تتمشى على النار الحارقة رغما عن أنفك، أو يقدم لك اللحم البشري والدماء تقطر منه وتجبر على أكله متقززا. إنها أغرب العادات حول العالم وأكثرها رعبا، عادات ستجعل القشعريرة تسري في جسدك، تقاليد دول لن ترغب في زيارتها أو حتى رؤيتها، والأغرب أنها موجودة حتى يومنا هذا وتتم ممارستها يوميا دون تردد. إليكم أغرب الطقوس والتقاليد المريبة حول العالم. في المرتبة الرابعة، أكل اللحم البشري. طائفة آغوري باباس في الهند يلتهمون اللحوم البشرية بشراهة وشهية مفتوحة، ويستعملون الجماجم البشرية ككؤوس شراب، ويصبغون وجوههم برماد الجثث المتفحمة. وإن عشت بينهم هناك سيجبرونك على التوجه إلى أحد التلال بسكين في يديك لتقطع بعض قطع اللحم البشري من إحدى الجثث المعلقة أسفل النار. قد تكون جثة لطفل أو امرأة حامل أو شخصا ميتا بسم الأفعى، وإذا رفضت ستتلقى أشد العقوبات التي لن ترغب في تجربتها، وستصبح منبوذا مخصيا لأنك رفضت التنوير الروحي. في المرتبة الثالثة، العيش مع الموتى. توراغي في أندونيسيا. لا وجود للموت أو الرحيل في هذه القبيلة، فالموتى سيستمرون في العيش مع أحبائهم كالأحياء تماما لأشهر ولأسابيع وحتى لعقود طويلة من الزمن. يأكلون، يشربون، وحتى يدخنون، وكل شهر ينظف الأهل جثث أقربائهم ويلبسونهم ملابسا جديدة، ويجلسون معهم لاحتساء الشاي ويدردشون معهم، فهم حاضرون بأرواحهم ولا يرحلون أبدا حسب سكان توراجان. فتخيل أن تأكل وتشرب وتلعب مع جثة متعفنة. في المرتبة الثانية، المشي على النار. بيانان بماليزيا. اعتبر نفسك محظوظا لأنك لست مجبرا على تطهير نفسك من النجاسة والأرواح الشريرة من خلال المشي حافي القدمين على الفحم المشتعل وكأنه يوم الشوي، ولكن شيئا آخر سيتم شويه. هذا هو احتفال الآلهة التسعة في بيانان بماليزيا، احتفال لن ترغب في تجربته أبدا، فقدماك لن تتحمل بكل تأكيد اللهب وهو يشوي باطن قدمك ويطبخه على نار هادئة حتى يتحول لشواء. في المرتبة الأولى، قطع الأصابع. قبيلة داني تريبل بأندونيسيا. إن دموع الحزن والآلام التي ستذرفها بعد فقدان قريب من الأهل ليست كافية بالنسبة لقبيلة داني بأندونيسيا، فأنت مطالب بأن تشعر بالألم الجسدي أيضا، حيث يأتي الجلاد بساطور يلمع وهو عازم كل العزم على بتر شيئا عزيزا عليك، فيقوم بربط الأصابع لنصف ساعة حتى يتم تخديرها تماما ويتوقف مجرى الدم لينهال على كل إصبع دون رحمة أو تردد، فيتم بعد ذلك كيها بالنار الحارقة حتى يتوقف النزيف. إنها الطريقة المثلى للبكاء على رحيل الميت، وهي التجسيد الحقيقي للحزن العميق.